بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء يا رب. موضوع جديد وحلقه جديده. بنتكلم النهارده عن سر مقوله اللي بنى القاهره في الاصل حلواني. عاوز تعرف الموضوع؟ اوعى تروح في اي حته، نطلع بسرعه فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. دوت الحياه بالايدين. قومي قومي افتحي لي ولادك الطيبين. قومي ورجعنا من الفاصل وهنتكلم باستفاضه عن الموضوع. هو مين الحلواني وسر مقوله اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني؟ الحلواني هو جوهر الصقلي بين القاهره الفاطميه اللي مر على بنائها 1044 سنه بالتمام والكمال. بتعود اصول جوهر الصقلي الى طائفه الارمن الموجوده بكرواتيا اللي اتولد وعاش بيه قبل انتقاله للصقليه اللي اتعرف بيها في اسمه، وكان بيعرف يعمل الكنافه ويعمل انواع كتيره من الحلويات قبل بيعه كمملوك للخليفه المنصور بالله للدين الله الفاطمي، ثم الحاقه بالجيش، عشان كده سموه بالحلواني. وكلنا عارفين تاريخ بناء القاهره الفاطميه الرائع الجميل وبناء الجامع الازهر اللي بناهم جوهر الصقلي او الحلواني. جوهر الصقلي اللي جاء قائد لجيش الفاطميين الى مصر وخد مصر من الاخشيديين، وبنى القاهره قبل مجيء الخليفه المعز لدين الله الفاطمي وسماها القاهرة. ناس كتير بتقول انه سماها القاهرة علشان انها بتقهر الاعداء، لكن سبب تسميتها بالقاهرة نسبة لظهور النجم القاهر في سمائها وقت الانشاء. عشان كده جوهر الصقلي سماها القاهرة تيمنا بظهور النجم، وبقت المدينة الجديدة اسمها القاهرة. بدأ البناء بالاسوار والبوابات الكبيرة، وبنى في المنتصف قصرين خاصين بالخليفة، وفي وسطهم عمل حي اتسمى فيما بعد بحي بين القصرين، وبنى الجامع الازهر عشان تبقى القاهرة عاصمة الفاطميين ولتدريس المذهب الاسماعيلي. وبيقولوا المؤرخين ان القاهرة نموذج رائع متكامل احسن جوهر الصقلي في بنائه. بيقول لك جوهر الصقلي في وقت البناء منع اي حد من سكان مصر دخولها. البناء استمر حوالي 4 سنين لحد لما انتهى من البناء خالص. بعت للخليفة المعز لدين الله الفاطمي عشان يفتتح المدينة الجديدة، ومجرد انه دخلها وقع في غرامها وقرر انه يجعلها عاصمة للفاطميين. مش كده وبس، بعت يجيب رفات اجداده عشان يدفنوا في العاصمة الجديدة. مصر عظيمة وهتفضل عظيمة، وبجد بنشكر من كل قلبنا جوهر الصقلي او الحلواني. حلقه جديده يا رب تنول اعجابكم. اوعى تكون بخيل وتنساني من اللايك والشير. لو مش مشترك انزل فعل زر الجرس عشان يجيلك منا كل جديد. وفي السلام ختام. السلام عليكم.